السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ناس الخير. اليوم جيتكم بحكاية جديدة، حكاية الأميرة والتاج السحري. كان يا ما كان في قديم الزمان، في مملكة بعيدة مليحة وهادية، عاش تمك ملك حكيم ومعاه بنته الوحيدة الأميرة ياسمين. الأميرة كانت مشهورة بالجمال ديالها والطيبة تاعها، وكان عندها تاج سحري ورثته من عند جدها الملك القديم. التاج كان عنده قوة خارقة، يخلي اللي يلبسه يعرف الحقيقة من الكذب، ويشوف نوايا الناس مهما حاولوا يخفوها. لكن الملك قال للأميرة: يا بنتي، التاج هذا أمانة كبيرة، وما تستعمليه إلا وقت الضرورة القصوى. لازم تعتمدي على حكمتك وقلبك الطيب قبل أي شيء. في يوم من الأيام وصل خبر للملك بأن مملكة أخرى راه يتحضر باش تهجم عليهم. جيش الملك ما كانش كبير، وكان لازم يدير اتفاقية صلح مع الممالك المجاورة باش يحمي الشعب ديالو. من بين اللي جاو يعرضوا التحالف كان الأمير من مملكة غريبة. الأمير كان وسيم بزاف، وعارف كيفاش يربح قلوب الناس. دار روحو إنسان طيب وناوي الخير، وكل الناس في القصر بداو يعجبوا بيه. حتى الأميرة ياسمين بدات تحس بشي تجاه ديالو. بصح كانت ديما تحس انه كان فيه حاجة غريبة. الأميرة قررت ما تاخذ حتى قرار حتى تتأكد من نوايا الأمير. راحت الغرفة ديالها السرية اللي تخبي فيها التاج السحري ولبساتو. فجأة شاف التاج نوايا الأمير الحقيقية. هاد الأمير جاي يسيطر على المملكة بالغش والخدع، وما عنده حتى نية للصلح. الأميرة تفطنت للخطر، بصح قررت تتصرف بحكمة وما تكشفش سر التاج. الأميرة قالت للأمير: باش نقرر التحالف معاكم لازم تثبت لي بلي انت شجاع وحكيم. غدوة لازم ترافقني للغابة المسحورة. هاد الغابة المسحورة كان فيها معمرة بالفخاخ والتحديات، وما يقدر ينجو منها إلا الناس الصادقين والشجعان. الأمير رغم الخوف ديالو وافق. علاه وافق؟ ما حبش يبين ضعفه. أما لا تقعد من ذاك، راحت الأميرة والأمير راحوا للغابة، وفي طريقهم وجهتهم تحديات كثيرة. منها كان تماك واحد النهر. طلبت الأميرة من الأمير يساعدها تعبر النهر، بصح رفض وقال: أنا أمير، ما نقدرش نوسخ روحي بالماء. الأميرة عرفت أنه أناني وما يهمه حتى واحد غير نفسه. زادوا كملوا طريقهم وطاحوا في الصعوبة الثانية. الوحش وقف قدامهم وقال: باش تكملوا الطريق لازم تعطوني أغلى حاجة عندكم. الأمير أعطاته خاتم بسيط من عندها، لكن الأمير رفض وقال: ما نعطي حتى حاجة، حياتي أهم من كل شيء. زادوا كملوا طريقهم ويتلاقاو مع المرآة السحرية. هاد المرآة تكشف كل سوء، وتكشف كل اللي يكذب واللي عنده نوايا خبيثة.
أما تلك المرآة كشفت الحقيقة أن الأمير كان مخبي الخطط ديالو باش يخدع المملكة ويستولي على الحكم. الأميرة وجهت الأمير وقالت له: الخطط ديالك مكشوفة يا أمير، وما تقدرش تغلب بالحكمة والشجاعة. ارجع للمملكة تاعك قبل ما نحبسك. الأمير هرب خايف، والأميرة رجعت للقصر وخبرت باباها بكل شيء. الملك فرح بحكمة ياسمين وقال لها: راكي ثبتي باللي تستاهلي التاج هذا، مش على خاطر سحري، بل لأنك حكيمة وقلبك نقي. العبرة من هذه القصة: الحق يظهر مهما حاول الشر يخفيه. الحكمة والشجاعة أهم من أي قوة سحرية. وما نحكموش على الناس من مظهرهم، بل من أفعالهم ونواياهم. السلام عليكم.